أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهضرون بسم الله الرحمن الرحيم الله بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني قولي تائبا إليك أستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن دمائر غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما ربي يكشف الأموم النافع وجل حياتي من شقاء مانع اكشف لي الأسرار والغوامدا يا خير من كشف سرا غامدا لجمه جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وسف القلدا ليقل لدى تفكر الأقدميا ربي بقوة عاصما قلميا أبلي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والهلاوة بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنم آياتي أبلي كوني بشر كل من يتوب ولي ثوابر أبي معروف قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة يوم تقوم برحمتك يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وارفع هذه القصيدة للعرش العظيم وبشر بها حملته عليهم سلام الله تبارك وتعالى قد جعلها ربي حقا هذا من الله إلى ناظم القصيدة وهذه حقا وهذه قصيدة قلوب الحمل للعرش وهي بشر للكمل وهذه قصيدة قلوب الحمل للعرش وهي بشر للكمل إذا كتبت ابتدأ عرش الملك وابتدأ بالتسبيح كل ملك ذلك فضل الله ونعم الله ربي ولا إله إلا الله إن كتابتي عند الله توزي ذوي الكفور والمناهي مدلك الكل خير الناس ما سان أمري أن نغلق الناس نفى الشياطين وما والاها لغير الدر أعبد الإله أكرمني الأكرم بالقرآن وجادني بمورد الظمآن لم تنهني وسوسة أو لعب أو كدر أو آفة أو سهر لا ينتهي لمجلسي شيطان وتاب للممر والأوتان أكرمني بسري الخفي من قاد خطي إلى الكرسي إبات بالعرش وبالكرسي قد تهر الأمي بالكرسي إذا قرأت القادة الأجور إلى حياتي ولا أجور إذا قرأت القادة الأجور إلى حياتي ولا أجور لساني اعتمى كقلبي والجسد عن الفضول ومبيعي ما كسد إلي قاد مالكي أثماني لتابت الحياة كالأزمان نابت كتابتي عن السلاح والجمالات لزوي السلاح ظهر لي كوني عبد الله بي خديما لرسول الله مد اليسر المسون من جعل خطي أكبر رداه فانجعل أكرمني الأكرم والمكرم ولسواي فرت العرب لمالك قلت لدى الجواهر المنشآت هاتف البواري
كنت لدى العسكر والأفواج مذبح السفن والأمواج صرف الذل الذي قبل مكر ما عند جنده جهادي الشكر يقول للأجر بلا ميزان من جنده بشرهم ميزاني درجتي بغير مكر ترتفع وإنني بأجر ربي أنتفع درجتي بغير مكر ترتفع وإنني بأجر ربي أنتفع وذات من جل عن المثال ترقاد لي مغاب عن أمثالي ترقاد لي بجنة الله أجور ولست عنه غير أجر لا أجور هداني الله لدى تقربي وقاد لي في الخط غير قربي أكرمني بكون خطي عنده مما يباهي في الجنان جندا زبت كتابتي لغير العين ولسوى عمري سبه المعين هذه قصائدي قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربها هذه قصائدي قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربها قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى طهرني القدوس من أدناسي وقاد للماهي من الأجناس علمي يقودني بشكر وسلام والقادني بغير مكر الفلا أكرمني الله بكون الهمل بعرشه أحبتي والكمل أكرمني الله بكون الهمل بعرشه أحبتي والكمل والله يعتص برحمته من يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أزادك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وتقبل هذا الكتاب من مؤلفه بقدر عظمة ذاته بلا شيء يسوء أو يضر في هذه الدار وتلك الدار آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا يا الحي الذي ليس يموت وعن سلاح قد غنيت بالمميت براس من بارزني وباء علي بالذي له اشتباء بغزوات المصطفى غنيت أن وصل ومن قصدني ولم يعن نجيت من جل عن المثال وساق لي ما لا يرى أمثالي الحمد لله الكريم الباقي ذي الأراضين السبع واتباعي تسليم من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جهد طلب للأعيان في تقربه من لي يرمد مشرقا كمغربي بفضله سيرني خديما نبيه الذي هو التقديما بفضله سيرني خديما نبيه الذي هو التقديما بكونه لي سير الأعداء مسالمين وكفاني الداء له شكوري بنعم الباقي ذو الأراضين السبع واتباعي مصليا على نبيه الكريم من العلاء لا ومزايا لا ترم مصليا على نبيه الكريم من العلاء والمزايا لا ترم نبينا المختار لا يجارى صلى عليه من كفى الفجار نبينا أحمد لا يبارى من رام حكمه حياة بارى أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بدر قديم أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد نفى رسول الله آمى أكسفي ما أثبت الشيطان آمى جيسفي نفى رسول الله أني الكدر صلى عليه بسلام ذو القدر كتبت في البحر كتابا يغني عن غدوات من كريم مغني أنباه أحمد رسول الله عليه خير صلوات الله نفد منها ما نهالي من درر صلى عليه من يجود في الدرر تسليم من جل عن التعبد على الذي قد جاد لي بالمدد إلى النبي وجدت إن من كفر
أبكار فيد قد تجور بجفر للمصطفى وجدت منها يوني عن المدافع بفم هوني ساق إلي الله بالمختار صلى عليه مصدر المختار محمد صلى عليه الله محمد بكل من قد صلى ووجهك الكريم يا من صلى محمد بكل من قد صلى ووجهك الكريم يا من صلى وفوق ربكم من العين فالله خير معين إلى الإله تدعو بتوبة وأسئلكم منكم بقيبة من بان بالإيمان والإسلام وكان بالإحسان ذا إتمام شفي من كفر ومن تفسق والشرك عبدا للجنان يتقي هدى الإله في الأشياء من هدها وسم من شقاء دوام بالثلاثة سعادة جميعها ينال خلق الأعداء نفي الحقائق خروج القلب من كل كفر مؤمنا بربه الفقه نفسه صلاة سعي وظاهر بلا خطا وخير بركة الإحسان لإصلاح الجميع به يفوز بقبول المطيع كرامة الولي ألا يصيا في ظاهر وباطن عنوسيا كرامة الولي ألا يصيا في ظاهر وباطن عنوسيا رضوان من نسيب الأكرما فجاء من أراءه وكرما ليلوبنا بكت لله كما به جاء رسول الله ليلوبنا بكت لله كما به جاء رسول الله قلت إلى الله وأسقي ما بي من كثرة الأكل مع شرابي توبة عبد لا ينام ليلا حبل تهجد لوجه المولى جئتك يا كريم يا تواب وإنني مستعجل الأواب واغفر ذنوبي العظيمة التي تذوقني عن اتباع ملتي فقري إلى نسلك ذو الشداد وكن نسيري على تمادي والله يا مجيب يا لطيف إني أقول ما يمر ضيف كلي بكوني عبدي ومدعي حبيب محراب حبيب ورعي نفسي توقني عن الوصول إلى العبودية والوصول وفق بينك سليل عاجلا لما تحبه وترجع فائدة ليكف ولا تواقف بما علمت في باطله مكتما هل الألي يا قريب ما تلبى من التخلي بالتخلي بالأدب هنا ألي ظهر بالتبتل مع بصيرة الوحي توكلي النفي ينبغي العين والهوى والنفس والدنيا وأولي الأهوال نقي الفؤاد عن سدد سعيسي أتى رداتي أنصف النفائسي إليك لا إله سواك أسفي مسفيا بمتفاهد ذكي منا وأنت الملك الأهواب وهو مفتاح لكل باب ملك دائم لا ينفد وأعصب الخلق لديك أحمد بل الذي إليك ينبغي وصوله ولم يلازم سنة الله الرسول أنت الذي مراقبي لديك بالمصطفى وسيلتي إليك جاء إليك أحمد مكي وزاده أحمدك الألي جاء إليك أحمد مكي وزاده أحمدك الألي عليه صل ثم سلم أبدا والآل وصحبه كل سرمدا الحمد لله على النهاية مزب إبليس بالانتهاء لله ذي الأرضين والسماء كلي ولي قد جاد بالنماء بارك لي في حركات وسكون رب الذي قد قاد لي كن فيكون رب يكتب في البيت وفي المجاهدة وعند حزب الله كل شاهدا كتابتي تدور تحت الأرش بين الكرام عابدي بالفرس كتابتي تدور تحت الأرش بين الكرام عابدي بالفرس هرب إبليس بالانتهاء لغير ذاتي وما نهاية أورثت عبدك وجالك الكتاب
يا ماهيا أبه جلال ذا العتاب لقنتني فهمتني أقيتني ربيتني بك كما رقيتني ملكتني هديتني شفيتني برأتني عند الورى سفيتني أفيتني ذكرك عند الناس وسلتني عن هيل الناس لقيتني مع بقاء سرمدا وبحياتي تداهلهم مدى مدتني عند قيام جندك يا من جعلتني ظلاما عندك تهتني من كل ما يوق من الدسائس التي تهوق سقيتني من مالك القلب كملتني بفضلك الوهبي معوت عني ما يورث الكتاب من قبل ان اورثني خير الكتاب ربي بما يشره الاذهان قد فجأ بجاه افضل من لله قد لجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملا محمد صلوات الله في ابد عليه في حزبه كل به كلا أرجو إلهي الذي أما المواهب لجنة القلقنا يتار من بلا ناجيته جل أواما وكرمني تكريم هادي وكل من لقد بريا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرا بأمة المصطفى عن كل مفسدة وكرم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن قيد ارحم جميع الورى يا هادي الردى مهتما همها القلب من درر بجاه افضل من لله قد لجا كفيت كل درر لله بسر لا اله الا الله هب لي مرادي كما اهواه بسر لا اله الا الله يسر لي اليسر كما اهواه بسر لا اله الا الله على النبي مصطفى الله صل بلا اله الا الله صلاة المؤمن بسلام الله بسر لا اله الا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه نفعا الله به وهب له ما فاق ذله فيك وفي مختارك صلى الله تعالى عليه وسلم وهب لكاتبها وقارئها تيسيرا وتوفيقا ويقينا وصدقا في شيء ما الى دخولهما جنة رسول المتقين ببركة عبد الله وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.